شفت الواد الطهان اللي على منصة الاعلان ده؟ اهو ده بقى اللي هيجنن كل مقاتلين العالم. حاولوا يعدموه بكل الطرق، ولكن ولا طريقة من كل الطرق الجهنمية اللي جربوها عليه نفعت. لا نار ولا حركات، لا رماح ولا سيوف عرفت تقتله. بس يا ترى هو عمل ايه علشان يعملوا فيه كده؟ ده غبي مارو، واحد طهان زهقان من حياته، كاره الدنيا باللي فيها. حياته كانت عبارة عن جحيم عايش للقتل وبس، وحرفيا تقدر تقول عنه انه آلة قتل بشرية. ارتكب ابشع المجازر وسلب حياة العديد من البشر، وفي النهاية خانوا اصدقائه في احدى المهمات وانتهى به الحال مقبوض عليه وواقع في الياس متمني الموت. وعلى منصة الاعدام بيكون الجلاد خلاص على وشك دق عنقه، ولكن فجأة الكل بيتصدم. سيف الجلاد بينكسر وبيطلع غبي مارو بعد كل ده سليم معافى ولكن اي حاجة حصلت. يا نهار ابيض يا جدعان، هو ايه اللي حصل بالظبط؟ الواد بيرفع راسه وبيقول لنفسه انا عارف ان واحد زي ما كانش هيعيش كتير بعد كل المجازر اللي عملتها، لكن انا ليه لحد دلوقتي مش عارف اموت؟ ليه واحد زي من وصله بالحياه مش راضي يموت؟ الله، انت حكايتك ايه يا عم انت كمان بالظبط؟ بياخدوه بعد كده يحققوا معاه، وبنعرف ان غبي مارو اتولد كشينوبي في قريه اسمها ايواجا كوري، قريه بيخضع فيها الاطفال لتدريب جهنمي على فنون الاغتيال. وبسبب قسوه التدريب بيموت كتير من الاطفال، ولكن اللي بينجو بيكتسب قوه خارقه للطبيعه، قوة جنونية بتخليه شبه خالد حرفيا، لا نار ولا فولاذ ولا أي حاجة خالص تقدر تأثر فيه. ولكن على الرغم من كده حياة غبي مارو كانت عبارة عن جحيم. كل اللي كانوا يعرفوا عن أبوه وأمه إن شيخ القرية قتلهم لما كان لسه طفل رضيع، وإيه الغريب إنه ما يعرفش السبب، وإيه الأغرب إنه مش مهتم أصلا باللي حصل لهم. شخص مجرد من المشاعر، ما عندوش أحلام ولا أحاسيس، عايش للقتل وبس. بتقول المفتشة أنا دلوقتي فهمت كل حاجة. بالنسبة لواحد من قرية ايواجا كوري فكسرك للسيف بجسمك ده كان بالنسبة لك حاجة عادية. بيقول لها دي ما كانتش حاجة عادية وبس، ده انا حتى ما اضطريتش ان استخدم النينجيتسو بتاعي. البنت بتنصدم، بتحاول تطلب منه انه يوري لها قدراته ولكنه بيرفض. بتقول له مهما حاولت ان افكر ازاي شخص بقوتك دي اتقبض عليه. بيقول لها كل ده علشان حاولت اسيب القرية. شيخ القرية اللي عنده دبر لي كده وخلى جماعتي يخونوني في احدى المهمات. ايوه، كل ده لمجرد انه كسر المحظور وحاول يغادر القرية بس. اصبح محكوم عليه بالموت، ومهما كان هيحاول انه يهرب هيفضل يطاردوا افراد قريته ومش هيسيبوه الا لما يخلصوا عليه، لان قريته مش بتسمح لاي حد انه يمشي منها. الله، طب ايه يا عم اللي جبرك وخلاك تخاطر وتحاول تسيب القريه من الاساس؟ غبي مارو ما بيردش عليها. في اللحظه دي كان وصل بيه الياس لدرجه فوق ما تتخيل، حرفيا قنبله ياس وانفتحت. الواد بقى سايب لهم نفسه يحرقوا ويخزوقوا فيه من غير اي مقاومه، ما عادش مهتم بالطريقه اللي هيموت بيها سواء كانت مؤلمه ولا لا. الرغبه الوحيده اللي عنده انه يختفي وجوده من ذلك العالم العين. وعلى الجانب الاخر بيحاول القاضي بكل السبل والطرق انه يخلص عليه، ولكن مفيش حاجه بتنفع. حرفيا هو جرب كل الطرق ولكن لا نار ولا حركات لا رماح ولا سيوف بتأثر فيه. يا نهار مش فايت، جنة منين ده يا البني ادم ده؟ في الوقت ده بتقرب منه المفتشة، فبيقول لها لو على المقاومة فأنا بقى ما اقاومش، بل بالعكس تماما، يا ريتكم تقتلوني وتخلصوني من يوم من العذاب ده. بتقول له غريب، مع انك قلت انك عاوز تموت بس اللي ظاهر لي وكأنك كنت بتقاوم. فليه يا ترى واحد كان نفسه يموت لسه بيقاوم؟ نظرات الواد بتنقلب. بتقول له ما تهتمش، بس انا مش هسيبك غير لما اعرف سبب مغادرتك للقرية من الاساس. بيقول لها في الحقيقة ما كانش السبب مهم ولا حاجة، كنت الافضل في القرية، اكتسبت اعتراف الشيخ وتزوجت ابنته، لكنها كانت غبية جدا. مش عارف ازاي انتهى المطب بشينوبي ناهيك بابنة شيخ بتلك الحالة. كانت عايشة ولا على بالها اي حاجة، كانت فتاة هناة البال ساذجة ومحمية، قلبت لحياتي راسا على عقب. افعالها كانت مختلفة عن كل اللي عرفته، خلتني في حيرة من اهلي لغاية ما ذقت زرعا منها، ولاني ما كنتش عايز افقد صوابي بسببها فروحت للشيخ القرية. فهمني ان دي اخر مهمة ليا وهيسمح لي اخيرا بترك القرية، لكني كنت غبي، كنت عارف انه فخ لكني ما قدرتش اهرب، لان مهما حاولت ان اهرب كانوا هيطردوني ومش هيسيبوني الا لما يخلصوا عليا. كنت عارف ان بمجرد كسر المحظور ومحاولة مغادرة القرية بقى محكوم عليا بالموت، وفي النهاية استسلمت. في المساء بقى بتكون المفتشة ماشية مع الراجل ده، بيقول لها نصيحة مني خليكي بعيدة عن الشخص ده، الشخص ده شخص خطير جدا، شخص أجوف بلا دم ولا دموع، وحش خلص على 20 شخص في محاولة القبض عليه بس. غبي مارو الأجوف. ومن اللي سمعته ففي شعب بتقول إن شينوبي ايواجا كوري بيستهلكوا اكسير الحياة، دواء الخلود اللي بيجي من شينسينكيو. بتقول له أنت متأكد من الكلام ده؟ بس إيه اللي هيخلي شخص أجوف يقاوم لدرجة قتله ل 20 شخص؟ الراجل بيستغرب. في اللحظة دي بيكون كلام المفتشة بيتردد في دماغ غبي مارو، بيقول هي عندها
عندها حق، انا ليه لسه بقاوم؟ ليه مش راضي اموت واخلص؟ بكره ايوه انا هنهي كل حاجه في اعدام بكره. ولكن زي ما انت عارف بعد ما مسكوه ورموه في زيت مغلي لقوا المعلم طلع لهم منه في مشهد تقشعر له الابدان. الواد ماشي يتمتم مع نفسه وخلاص شكله اتجنن، كل اللي بيقرب منه النار بتمسك فيه وبيولع. بقى عنده تبلد في المشاعر غير عادي ورغبه جامحه للموت، لدرجه ان وجوده على قيد الحياه كان بالنسبه له اشد قسوه من كل محاولاتهم الجهنميه في قتله. جسمه الخارق اللي اكتسبه ما زاد عليه العذاب الا عذابا. يا نهار اخبر، ايه يا عم قنبله الاكتئاب اللي فتحتها في وشنا دي؟ القاضي خلاص هيطق هو كمان وما عادش عارف يعمل معاه ايه. في اللحظه دي بتقول المفتشه انا خلاص مستعده وجاهزه ان نبدا في اي وقت. جاهزه لايه؟ هنعرف كمان شويه. بياخدوه بعد كده على مكان تاني وفي طريقهم المعلم ده بيكون منشكح اخر انشكاح، بيبص لغبي مارو وبيقول له وهو بيضحك انت المره دي ميت. الباب اول ما انفتح غبي مارو انصدم. المفتشه اللي كانت معاه طول الوقت ده واقفه قدامه ماسكه سيف في ايديها. انت ناوي تعملي ايه يا مجنون انت؟ بتقول له انت كان نفسك تموت مش كده؟ انا هحقق لك رغبتك دي. وفي لحظه بنلاقي رقبه غبي مارو بتتدحرج على الارض. الواد بيرجع للواقع بيلاقي ان رقبته لسه في مكانها. عرف ساعتها انها استثناء، كل ذره في جسمه في اللحظه دي بتصرخ له انه يهرب. وفجاه بيلاقي نفسه مفرتك بالبتاع اللي في ايده ده من غير ما يضرب. بس مين دي يا ترى اللي تخلي غبي مارو الاجوف يتصرف كده؟ دي يامادا سايمون ساجري من اقوى عائله مستخدمين سيف على مر العصور. ايوه دي ما كانتش مفتشه عاديه، دي واحده من اقوى مستخدمين للسيف ووظيفتها الوحيده قتل المجرمين اصحاب القوى الخارقه من امثال غبي مارو. طب واحده زي دي بتعمل هنا ايه؟ فهي جت مخصوص بامر من الشوجن علشان تخلص على غبي مارو. ومن جديد بتهجم عليه ولكنه بيتحرك بنفس الطريقه. بتقول الله انت مش قلت يا عم انت انك عاوز تموت؟ ليه اتفاديت ضربتي دي؟ كنت هحقق لك حلمك لما كنتش اتحركت. الواد في اللحظه دي بيسال نفسه نفس السؤال لكنه ما عادش فاهم ايه اللي بيحصل معاه. عارف بيقول له لو فضلت في مكانك هتموت، لكن جسمه بيتحرك غصب عنه. بتقول له انت تعرف انا حضرت لحظات العديدين الاخيره واتعلمت ان اعرف شعور الناس الحقيقيه عند الموت. منهم اللي بيتقمص الشجاعه قبل ما يموت، ومنهم اللي بيتوسل الرحمه بيأس، ومنهم اللي بيكذب على نفسه وبيدعي انه تقبل الموت. غبي مارو صحيح انك بتملك فراغ كتير في قلبك، لكنك كذبت في حاجه واحده بس، انت عندك بالفعل صله بالحياه، انت بتحب زوجتك. كلامها نزل كالصعق على الولد. الحياه اللي خباها بداخله طول الوقت ده انكشفت. افتكر لحظاته معاه وهي بتقول له انه يتصرف زي الناس العاديين. عارفين البنت دي كانت بعيده كل البعد عنهم. ازاي بنت زي دي تربط وسط قتله معدومين المشاعر؟ كانت بكل الحنيه والانسانيه دي. الواد بيتعصب وبيسحب سيف واحد من الجنود وبيروح عليها. بتقول له هتفضل تكذب على نفسك لحد امتى؟ هو مش اللي خلاك تقاوم لحد دلوقتي هي مشاعرك ليها؟ ليه بقى عمال توهم نفسك وتقول ان ما عندكش صله بالحياه؟ غبي مارو بيقول لها خراسي انت تعرفي عني ايه وعن الجحيم اللي عشت فيه؟ انا اجوف وحشي قاسي القلب بلا مشاعر، ومهما حاولت مش هقدر ان اكون انسان ابدا. الواد بيبدا يفتح قلبه وبيقول لها انا كرهت القتل، كرهت حياتي البشعه دي، حاولت اتغير، كرهت ان تكون لقمه عيشي من قتل الناس، ما كنتش همله غير ان اوري لها كل الفظائع دي. حاولت اعيش حياه هادئه بسيطه بعيده عن كل تلك القسوه والقذاره. ايوه على عكس ما انت توقعت غبي مارو ما كانش اجوف ولا حاجه، او على الاقل الانسانه اللي كانت غريبه بالنسبه له في البدايه نجحت انها تغيره. وليه لا؟ ما هي الوحيده اللي كانت بتاخده في حضنها وبتطمنه في لحظات شدته. خدت بايده واحده واحده وعرفته معنى الحنان، معنى انك تكون انسان، معنى انك تكون على قيد الحياه. كانت بالنسبه له الام والاخت وصديقته، كانت بالنسبه له هي الحياه. بيصرخ باعلى صوته بيقول لها رحت له بما انه ابوها ويختار الافضل لبنته، لكني كنت غبي. كنت مستني ايه من الشخص اللي شوه وش بنته وضمن لها حياتها علشان ما تفكرش انها تعيش زي البنات العاديه؟ ضمن لحياتنا كمان وانهى على كل امالي حتى غرقت في غيابي بالياس. يا نهار مش فايت، ده ايه ام القسوه اللي عند امك دي يا اخي؟ يعني ما كفكش تخلص على ابوه وامه، لو كمان سحقت اخر اماله في الحياه. الواد طفح بالكيلو بيحط كل طاقته في هجمته الاخيره. هوبا عفو رسمي يا معلم. ايوه عفو رسمي هيبطل جميع تهمك بل وهيحطك تحت حمايه الشغل، يعني لا قريتك ولا القاضي اللي هنا حتى هيقدر يعمل لك حاجه. غبي مارو بينصدم، ولكن حاجه بالجمدان ده فكان ليها ثمن. بتقول لكل ده في مقابل انك تروح جزيره شينسينكيو، الجزيره الغامضه اللي سمعنا عنها في الاساطير، الموجود فيها دواء الخلود. الجزيره بالفعل لها حقيقه، وارسل الشوجن مجموعه لاحضار اكسير الحياه، ولكن كل اللي رجع منهم كان عباره عن اللي انت شايفه ده. منظر غريب عجيب يبث الرعب في الابدان، اجسامهم تحولت بالكامل بالمنظر ده. عمك الشوجن
يسكت بقى ويتعظ؟ قال لك لا، بعت 5 مجموعات تانية ولكن ولا واحدة منهم رجعت. بيقول لها غبيمار واحدة واحدة علينا كده يا ست الكل، أي خرافة وخزعبلات بتقولها لي دي. بتقول لك كلنا فكرنا زيك كده، ولكن اللي شافوه ده أكد لهم كل مزاعمهم. ما هو لقالك بقى دليل صدق وجود الإكسير قدام عينيه. المنظر العجيب ده أثبت له وأكد له عن حقيقة وجود دواء الخلود. الشوجن حس ساعتها إن حلمه بالخلود بقى خلاص في متناول إيديه، وأمر بجمع كل المجرمين المحكوم عليهم بالموت وإرسالهم للجزيرة، واللي هينجح في الحصول على إكسير الحياة هيتم منحه العفو. وأنا هنا علشان ألاقي أفراد محتملين عندهم القدرة والرغبة الجامحة للحياة. الواد واقف في صمت تام مش مستوعب إذا كان ده حلم ولا حقيقة. بتقول له وأنا في طريق هنا سمعت إن زوجتك لسه موجودة في القرية من يوم القبض عليك، وهي قافلة على نفسها من غير ما تكلم حد. زمانها دلوقتي مستنياك ومؤمنة بعودتك. غبيمارو، سبيلك الوحيد لرجوعك ليها هي بذهابك للجزيرة الغامضة ومنافسة مجرمين أعتياء والظفر بذلك الدواء. فهل أنت مستعد للمخاطرة بحياتك علشان ترجع لها وتعيش الحياة اللي كان نفسك فيها؟ وقبل ما ينتهي إجابته راس البطيخة ده بيقول لهم على جثتي، أنت مفكر إن هسيبه علشان العبط ده أنا ما كنتش بنام الليلة علشان أفكر في طريقة التلقى وفي الآخر يمشي بالبساطة دي. كلامه أقنعني الصراحة. في الوقت ده كان غبيمارو بيستوعب لسه اللي بيحصل ساعتها، والأول مرة بيبكي لأنه أخيرا أيقن معنى جملة إن قلوب البشر لا تموت بتلك السهولة. الجملة اللي كانت مراته دايما بتقولها له. بيكلم ساجري وبيقول لها أنت مش كان نفسك تشوفي قدراتي؟ اتفرجي ومتعي عينيكي كويس. نين بقول لها بالنسكي. الواد بيشتغلوا كل الحاضرين في المكان انصدموا من هول ما رأوه. ده ما كانش بيحاربني من شوية، لا ده حرفيا كان بيلعب معايا. هي دي قدرات الشخص اللي اطلق عليه الافضل في القرية. بتقول عظمة. بيقول لها سواء كانت جزر غامضة او مجرمين محكومين هاتولي كل اللي عندكم، هواجههم كلهم وهرجع لها على قيد الحياة، وكل ذلك من اجلها. فهل يا ترى صديقنا هيقدر يغير قدره المحتوم ويرجع لها؟ وهيعمل ايه لو راح وملقاش ثمرة الخلود المرجوع؟ هل بكده هينهي رحلته وسنغلق اخر صفحات قصته، ام سيكون للقدر رأي اخر؟ وايه يا ترى الحاجات الغريبة دي؟ وهل هيقدر اصلا انه يرجع على قيد الحياة؟ اسيبك بقى مع الحكاية دي تصبر بها نفسك. وبس كده، كان معاكم محمد سالم، ودمتم في رعاية الله.